تعالوا اقول لكم النهارده على احلى طريقه للتوميه واظبط طريقه هتعملوها للتوميه. احنا دلوقتي التوميه بقت لازم تبقى موجوده في البيت على طول، بنستعملها في اكلات كتيره جدا وهي داب حلو جدا جدا. عاوزين كوبايتين ميه ساقعه، عليهم 4 معالق كبار نشا. هنقلبهم كويس جدا 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 لغايه اما يدوبوا في الميه، وبعدين نشغل عليهم النار لغايه ما يدينا القوام ده واللون ده. بعدين نروح حاطينهم في اي طبق صيني ونغطيهم. اهم حاجه ان هم يضغطوا في التلاجة ونحطهم في التلاجة لمده ساعه. بعد كده نطلعهم من التلاجة، نحطها في طبق، ونضيف عليهم 4 معالق كبار خل. اهم حاجة في التومية ان كل المكونات اللي هنستعملها تبقى ساقعة عشان تربط معانا كويس ويبقى قوامها تقيل وحلو. معلقة ملح صغيرة، نص معلقة سكر، ومعلقة توم صغيرة او 4 فصوص كبار توم. اربع معالق كبار مايونيز، و4 معالق زبادي او كوبايتين زبادي. نضيف نص كوباية زيت للكوباية الا ربع زيت على حسب ما انتوا بتحبوا قوامها تقيل او خفيف. بعدين نضربهم كويس جدا جدا بالبلندر. اهم حاجة ان الطبق اللي نحط فيه يبقى غويط علشان الحاجات تتجانس كويس. نضربها كويس كويس لغاية ما تدينا القوام التقيل ده، وكده تكون جهزت ان هي على التقديم والاكل. وبالهنا والشفا. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها وتعملوا سبسكرايب للبيج.